السلام عليكم. أنا سميتي سارة من مدينة كازا. اليوم بغيت نشارك معكم القصة ديالي. أنا عارفة بزاف ديال الناس غادي يلوموني، ولكن اللي داز عليا ماشي سهل. أنا كبرت وتربيت في عائلة متوسطة. الأب ديالي كان موظف عادي، والأم ديالي ربة بيت. كانوا خوتي 3 كبر مني وأختي صغر مني. أنا ما كملتش قرايتي، وصلت للكاتريام وجلست في الدار. عائلتنا محافظة لواحد الدرجة ما تصوروش. كانوا فرضوا عليا ندير الحجاب وانا مازال صغيره، واخا داك الحجاب ما كنتش مقتنعه به. المهم اخوتي نكمل لكم. انا عمرو في حياتي ما هدرت مع شي ولد، وما دوزتش المراهقه ديالي. حتى التليفون ما كانش عندي، يعني ما كان عندي لا تليفون ولا حتى شي حاجه. جالسه غير في الدار. بعد المرات كنقنط وكنبغي نخرج، ولكن ما كنقدرش حيت خوتي كانوا صعاب بزاف. يعني عندهم البنت الا خرجت غادي دير شي حاجه خايبه. هذه هي الفكره ديالهم. كانوا كيخدموا وكيجيو للدار، وانا بطبيعه الحال كنعاون الام ديالي في الشقه ديال الدار والتصبين ديال الخوت. راكم عارفين الدراري عزاله تبارك الله، راه خاصك تصبني لهم وتقابليهم. فاش وصلت 18 سنه ولاو كيجيوني الخطاب. كل مره كيجيو الخطاب وكيرفضوهم خوتي، وكيقولوا لهم راها مازال صغيره، ما خاصهاش تزوج دابا حتى دير 20 سنه. الصراحه انا كنت حامقه على الزواج، باغيه نتزوج وباغيه نخرج غير من هذيك الدار اللي عايشه فيها. وخا الحمد لله عايشين بخير، واكلين شاربين، كاسيني خوتي مهلين فيا. ولكن الحاجه الوحيده انهم حارميني من الزنقه، ما كيخليونيش نهائيا نخرج لها، لا من الصحابات لا من العائله، من كل شيء. ما عمرني ما عقلت على راسي خرجت مع شي صاحبتي، ولا مشيت عند عمامي بت عندهم، ولا مشيت ضيفه عند شي حد ابدا. واحد المره كان واحد العرس في العائله، وراكم عارفين البنات. تقاديت حتى انا واخا دايره الدره. تقاديت ولبست حويجات زينين ومشيت انا والام ديالي لهداك العرس. المهم جلسنا مع الناس، نط كنشطح، بقيت كنشطح ونجلس بحالي بحال اي بنت. واحد المره كتشوف فيا، كتبقى تشوف فيا. من سالا العرس جات عندي هذيك السيده، انا والام ديالي بقات جالسه وكتهضر معنا عادي، وهي تقول للام ديالي واش بنتك مخطوبه ولا مزوجه. قالت لها ما مزوجاش. قالت لي شحال في عمرك؟ وقلت لها 19 سنه. صافي بقينا كنهضروا عادي. من بعد هذيك السيده غادي تقول للام ديالي انا بغيت بنتك لولدي الا قبلتو بينا. انا بطبيعه الحال الولد ما عمرني ما شفتو، ما عارفه عليهم حتى شي حاجه. الام ديالي قالت لها ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه حتى نتشاور مع الاب ديالها وخوتها. فاش الام ديالي قالتها لبابا وخوتي ما بغاوش، وقالوا لها البنت مازال صغيره وما شرباش عقلها، خليها على الاقل تكمل 20 سنه ولا 21 سنه وتزوج هذيك الساعه. صافي جاو هادوك الناس. فاش جاو هادوك الناس يخطبوني، الاب ديالي وخوتي اقتنعوا. شافوا الدري درويش داخل سوق راسو، وشافوا حتى الام ديالو. هما عائله محافظين، الناس اللي عمرها دار. جاو خطبوني، ومن بعد واحد 6 شهور درنا العقد ودرت العرس ديالي في دارنا داروا لي العرس على قد الحال غير العائله، وداروا لي النقافه والعماريه غير في الدار عندنا. ما عرضناش على البراني، فقط العائله. من بعد مشيت لدار ناسي. فاش مشيت لدار ناسي داروا هما العرس لولدهم، حتى هما واحد العرس داروا على قد الحال، ما داروش عرس كبير بزاف. انا كنت فرحانه، واخا الولد ما عمرني ما هدرت معاه. اول مره غادي نهضر معاه في هذيك الليله. يعني انا تزوجت زواج تقليدي 100%. حتى ديك الفتره ديال الخطوبه بيني وبين السيد ما عمرني ما خرجت معاه ولا شافني. كنت كنقول لما قولي لخوتي ياخذوا لي تليفون نهضر معاه، نبقى نتواصل معاه نتعرف عليه اكثر. خويا الكبير قال لي ما عندنا ما نديرو بهاد البساله. نهار غادي تزوجي وديري العقد هذيك الساعه هضري معاه حتى تشبعي. دابا ما كاين لا هضره لا والو، وزيدون راكي مازال ما درتي لا عقد ولا حتى شي حاجه. المهم نكمل لكم. نهار العرس درنا العرس عادي. ايوا ليله الدخله غادي نتفاجئ. انا سولت خوالاتي وبنات خالتي كيفاش كتكون ليله الدخله، عاودوا لي عليها وعطاوني فكره عليها. صافي سالا العرس، دخل وما هضر معايا ما حتى شي حاجه. دخل الحمام دوش، ما هضرش معايا ومشى نعس. قلت ربما ستريس ولا حشمان ولا شي حاجه عادي. حتى انا نتدوشت
وحيدت هذاك المكياج اللي كان في وجهي ونعست. الصباح جابوا لي درنا الفطور كيف العاده. فاش سولتني الام ديالي على ليله الدخله وقلت لها راه ما وقع بيناتنا حتى شي حاجه. قالت لي اويلي ما يمكنش. قلت لها ربما السيد مستريسي ولا حشمان مني. قالت لي الام ديالي ماشي مشكل، دارهم ما سولونا ما والو. الليله الثانيه قلت ربما السيد غادي يفتحني في هذا الموضوع، بحكم انا باقيه صغيره ما عمرني ما خرجت مع شي واحد، يعني ما عنديش درايه في هذا الشيء بزاف، ما نقدرش نزعم عليه. الليله الثانيه عاوتاني نفس المشكل. السيد دخل ما هدرش معايا ونعس. دوز مده سيمانه كيسولني هكذا واش تخرجي واش تاكلي، ولكن هذا الموضوع بالذات ما فتحنيش فيه. وقلت مع راسي والله حتى نقول له شنو المشكل اللي عنده. هدرت معاه وقلت له واش عندك عادي انك ما تقيسني ما حتى شي حاجه؟ قال لي علاش انت زربانه حتى لهاد الدرجه؟ وقلت له لا انا بغيت نسولك. جات عندي الام ديالي في 7 ايام. الام ديالي سولتني، قلت لها راه ما وقع بيناتنا حتى شي حاجه، راه باقي كيما النهار الاول كيما دابا. صافي الام ديالي ما عجبهاش الحال وقالت لي هادشي راه ما زواج ما حتى شي حاجه، نتوما مزوجين في الحلال، راه خاص السيد يدخل بيك. ناضت الام ديالي هدرت مع عجوزتي قالت لها انا بعيده على هادشي وما خاصنيش ندخل فيه. وعجوزتي حسيت بها بحال ما عجبهاش الحال، مشات تجري عند راجلي وفتحاتو في الموضوع. ايوا فاش مشات الام ديالي دخلني للبيت وشبع فيا التصرفيق وقال لي انتي ما مزياناش كتعاودي اسرارنا للناس. وقلت له شكون الناس؟ راه الام ديالي هذيك ماشي ناس، وزايدون هادشي راه ما خاصوش يبقى هكذا، حنا مزوجين على سنة الله ورسوله. هذا راه موضوع مهم ماشي شي حاجه اللي سهله. صافي ميك عليا وبقيت جالسه. كل شهر كنقول ربما هاد الشهر غادي يهديه الله، والو. كل مره كنشكي على الام ديالي وقلت للام ديالي راه خاصني نطلق، ما نجلسش مع هاد السيد، اصلا ما كيديهاش فيا، كيخرج وما كيجي حتى الزوج ديال الليل، ما مسوقش لي نهائيا. بطبيعه الحال كيحط لي مره الفلوس وكيسولني الا خاصك شي حاجه نجيبها لك، بحال الماكله بحال الحوايج، ولكن ما مسوقليش كزوجه. قالت لي الام ديالي ابنتي غير صبري حتى لواحد العامين، الا ما تصلحش هادشي اللي بيناتكم طلبي له الطلاق. بقيت صابره ودازت عامين والو. كيجي السيد كينعس، قلت خاصني نعرف شنو عنده. وليت كنعس عليه، كنخليه حتى يحط التليفون وكنقلب. كل مره كندخل الواتساب نقلب ما كنلقى حتى شي حاجه. السيد التليفون ديالو ما فيه حتى شي حاجه. بعض المرات كنسمعو كيهضر في الطواليت مع شي حد. واحد المره هزيت التليفون ديالو، هذيك الساعه كان كيدوش. بقيت كنقلب في الواتساب في الفيسبوك ما لقيت حتى شي حاجه. طالعه هابطه في هذاك التليفون وهو يبان لي واحد الملف. هذاك الملف مكتوبه فيه واحد السميه غريبه وانا نكليكي عليه. وهنا فين غادي نتصدم، غادي نلقى الزوج ديالي في واحد الفيديو اللي ما قدرتش انا بيدي نكملو، انه مع واحد السيده وكيمارس معها الجنس، مصور اي حاجه في هذاك الفيديو. تصدمت وعرفت بان راجلي فاسد وكيمشي للزنقه. فاش خرجت واجهته بهذاك الفيديو عطاني قطله ديال العصا وقال لي اش داك تقيسي لي التليفون، وزايدون انا ما عمرني ما بغيتك وما غاديش نبزك عليا، انا كنبغي واحد السيده وحده اخرى، وانت غير الام ديالي بزاتني عليك. ودرت لها خاطرها باش ما نديش السخط. الصراحه فاش قال لي هادشي صدمني، واخا حتى انا ما كنتش متعلقه به حيت ما عطاني لا حنان ما تسوق لي ما حتى شي حاجه. صافي زدح الباب وخرج وبقيت انا كنبكي. عيطت الام ديالي وعاودت لها كل شيء. قالت لي ابنتي غير صبري دابا يهديه الله، راه شحال من واحد هكذا، غير صبري معاه ان شاء الله دابا سيدي ربي يهديه. صافي بقيت جالسه بحال هكذاك لمده 8 سنين اخوتي، وانا جالسه مع راجلي بحال الخوت في الدار، ما كيقيسني ما كيمسني، اذا بغيت شي حاجه كيعطيها لي، بالحق ما كيتعاملش معايا كزوجه. فاش كملت هاد 8 سنين غادي نوقع في واحد الغلط، وكنطلب من الله يسمح لي. انني واحد المره جابت لي عكوزتي واحد الثوب من الحج، وهذاك الثوب كان زوين بزاف، وكنفكر مع راسي اش من خياطه غادي ندير له. مشيت عند واحد الخياط، هاد الخياط كان في الحومه ديالنا. دخلت عنده وبقيت كنسولو اش من خياطه غادي تجي في هاد الثوب. وداك الخياط كان شاب باقي صغير، يكون عنده هذيك 26 سنه حتى 30 سنه.
صافي وراني الخياطه اللي غادي يدير لي وشد عليا العبار، وقال لي عطيني النمره ديال التليفون، نهار نسالي غادي نعيط لك. عطيته النمره ديال التليفون، وفاش رجعت للدار قال لي السلام انا هو الخياط. قلت له مرحبا. من بعد سيمانه قال لي اجي رجعي باش نشد عليك العبار، تعاودي تقيسي ونشد عليك العبار. عاود رجعت قيست هذيك جلابه. من بعد وليت كنهضر انا وياه في الواتساب، بدينا غير شويه بشويه كنهضروا، السلام كي داير، فين وصلت في الجلابه. من بعد غادي تولي تطور العلاقه ديالنا، غادي يولي يعاود لي على الاسرار ديالو وكيفاش عاش. وحتى انا الصراحه ارتحيت له، وليت كنعاود له كلشي هذاك الشيء اللي وقع لي، بقيت كنعاود له كلشي. واحد شويه قال لي انا كنبغيك كتعجبيني، حاولي تطلقي من الزوج ديالك ونتزوج بيك. فاش قال لي نتزوج بيك ثقت وقلت نطلب الطلاق من راجلي ونتزوج به. واحد النهار مشيت عند راجلي وقلت له انا بغيت نطلق، طلقني. قال لي هذاك هو النهار اللي ما تحلميش به، ما عمرك ما غادي تطلقي مني. صافي بقيت كنشكي عليه وقلت له راه ما باغيش يطلقني، ضيعني في حياتي، ولحد الان انا مازال بنت ما دخلش بيا. قال لي بقى نهضر انا وياه، وليت صراحه كنتعلق به وكنبغيه. ايوا فاش رجعت باش ندي جلابه وقع اللي وقع، طحت انا وياه في الغلط. وهذاك الخياط هو اللي فتد البكره ديالي، هو تصدم، قال لي ما يمكنش جالسه مع راجل 8 سنين وباقيه بنت، واش بعدا هذا راجل ولا حيوان وما عندوش الاحساس. قال لي صافي غير كوني هانيه، غادي نديرو شي حيله باش نطلقك من راجلك ونتزوج بيك. الصراحه فاش درت هذيك العلاقه معاه ندمت عليها بزاف، وبقيت خايفه غير مع راسي وضميري كيأنبني. ايوا نهار على نهار كنزيد نبغي هذاك الخياط وكنزيد نتعلق بيه، وليت مره كنمشي لعندو وكندير انا وياه علاقه غير شرعيه مده عام. ايوا هنا فين غادي توقع المفاجاه. واحد النهار مرضت بزاف وبديت كنتقيا ولاو عليا اعراض الحمل. فاش درت التحليله غادي نتفاجئ ونلقى راسي حامله مع الخياط. تصدمت، مشيت عنده كنجري، قلت له راني حامله، شنو هاد المصيبه اللي تحت فيها، خاصك ضروري دير لي شي حل. قال لي طلبي الطلاق، طلقي منه انا نتزوج بيك، حتى انا ما غاديش نضيع هذاك الشيء اللي في كرشك، راه ولدي من لحمي ودمي. مشيت عند راجلي عاود طلبت منه الطلاق، قال لي ما غاديش نطلقك. رجعت عنده وقلت له راه قال لي ما غاديش نطلقك. قال لي غادي نديروا واحد الخطه، راجلك كيخونك. قلت له قال لي غادي نعسو عليه حتى نلقاو مع شي وحده ونديروا عليه تهمه الخيانه الزوجيه. وديك الساعه طلب الطلاق. فعلا عطيته المعلومات على راجلي، فين كيجلس فين كيمشي، بقى كيتبعو. واحد المره لقاه مع واحد البنت ودخلها للدار. فاش دخلوا للدار عيط للبوليس ودخلوا عليهم البوليس ولقاوه متلبس هو وهذيك السيده. البوليس عيطولي. فاش مشيت للكوميساريه لقيته مشدود بسبب الخيانه زعما. وقلت له الشرط الوحيد ديالي باش نسمح لك وتخرج هو انك تطلقني. قال لي صافي غير سمحي لي، حيديني من هاد الشوهه وانا نطلقك. رفعت الدعوه ديال الطلاق وجمعت حوايجي ومشيت لدارنا، وبقيت كنبكي وكنشكي عليهم وكندير راسي انا هي المظلومه. قلت لهم شفتوا مع من كنت عايشه، وشرحت لخوتي كاملين وكذبت عليهم وقلت لهم انا مازال بنت، ما عمرو ما قاسني. خوتي تصدموا والاب ديالي حتى هو تصدم. وفعلا طلقنا، والطلاق كان اتفاقي، يعني ما طولش بزاف. وانا دايره مع هذاك الخياط باش يجي يتزوج بيا. ما داش تقريبا شهرين وجا هذاك السيد. فاش جا هذاك السيد يتزوج بيا خوتي غوتوا عليا، قالوا لي مازال ما كملتي العده، خاصك 3 شهور. قلت لهم انا اصلا مازال بنت، اش من عده خاصني نكمل. جا هذاك السيد وتزوج بيا ووفى بالوعد ديالو. والمشكل اللي كاين عندي دابا هو ان هذاك الخياط تقلب عليا، ولا كيعايرني بالماضي ديالي وبالاخطاء اللي ارتكبتها معاه، ولا كيقول لي لو كان كنتي مرا لو كان كاع ما تجي لعندي وتغدري راجلك كما درتي مع راجلك غادي ديري معايا حتى انا، ولا دائما كيعايرني بهذا الشيء. حاليا انا مازال حامله، كنتمنى من اي واحد ينصحني شنو غادي ندير. بعض المرات كنفكر في الطلاق، وبعض المرات كنقول الحمد لله ملي ما تفضحتش وانا عند راجلي ونكون حامله وهو ما عمره ما قاسني. هذاك السيد بين لي بلي كان كيبغيني، وفعلا كان كيبغيني،
ما عرفتش لحد الان شنو بدلو عليا. تصدمت صدمه ديال العمر. كل ما كيدخل كيغوت عليا وكيقول لي انت تقدي تخونيني في اي لحظه، كيما خنتي راجلك الاول غادي تخونيني حتى انا. وقلت مع راسي ربما الشك ولا كيشك بزاف، واخا انا كنحس به ديما كيبغيني وكيخاف عليا، ولكن كيعايرني. وهذا المعيور اللي كيعايرني بالماضي ديالي وعلاقتي به اللي كانت وانا في عنق راجل كتدمرني وكتزيد تأنبني بزاف. كنطلب من اي واحد سمع قصتي ينصحني واش نطلق ولا نبقى عايشه مع هذا السيد. ايوا خوتي، كانت هذه هي قصتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.